وەزیری کۆچ و کۆچبەران و وەفدی باڵای وەزارەتەکەیان کە بە سوپاسەوە بۆ یەکەم جارە وەفدێک لەو ئاستەیە بێ بۆ یەکێک لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان گفتوگۆوان کرد لەسەر بارودۆخی ئاوارەکان لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەرێمی کوردستان و شارەکانی تری عێراقە. بە سوپاسەوە ئێمە گەشتینە ئەنجامێکی هاوبەش بە دانانی پلانێکی هاوبەش بۆ خزمەتکردنی باشتری ئاوارەکان و وا بکەین کە ئاوارەکان بە ئارەزوومەندانە بتوانن بگەڕێنەوە. ئێمە پەیامی خۆمان ڕاگەیان کە ئێمە وەکو کورد کەلتورێکمانەیە دەرگا لە میوانەکەینەوە، بەڵام دوجار میوان لە ماڵەوە بیە بچێتە دەرەوە بێ خۆی دەرگا بکاتەوە. ئومێد دەکەین کە بارودۆخ لە عێراقا بە شێوەیەک بێ کە ئەو خۆشەویستانە بگەڕێنەوە شوێنی خۆیان و بە هیچ جۆرە هیچ کەسێ بە ناوی ئاوارە لە وڵاتەکەی خۆمانە و لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق نەمێنێ. و بەسپاسەوە ئێمە کە یەکێکی لەو پارێزگایانی ئەو پارەی لە ساڵی 2014ەوە بۆ ئاوارەکان تەرخان کرابوو، لەو پارەیە کە خەرجمان کردووە لە ساڵی 2014 بۆ ئێستا نزیکەی 800 ملیۆن دینار ماوەتەوە. بەسپاسەوە دوای تەسویەکردن و توای ئەو ڕێکارە ئیداریانەی کە پێویستە بۆ تەسویەکردنی پاکتاوکردنی ئەوانە ئەمڕۆ بڕیاریان ناکە ئێمە بتوانین لە ئایندەیە ئەو پارەیە بەکاربێنین بۆ ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەی ئەو گەڕەکانەی کە خەڵکی ئاوارە و خەڵکی خانەخوێشیان تایە بەکار بهێنرێن و ئێمە سوپاسێکی زۆریانەکەین کە ئەوە هەندێکی گەورە ئەبێ بۆ پرۆژە خزمەتگوزاریەکان لە پارێزگای سلێمانیە. من پێم خۆشە ئێستا بە ڕێزیان خاتو ئیڤان بە زمانی عربی ڕوونکردنەوەی زیاتر لەسەر ئەم بابەتە ئایا أني ما تحدثت باللغة العربية حتى جنابك باللغة العربية يسويهم، وإذا يحتاج شيء إن شاء الله إحنا حاضرين. تفضل. شكرا جزيلا سيادة المحافظ. حقيقة يعني من ضمن سلسلة الزيارات الميدانية اللي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين لإنهاء ملف النزوح، وخاصة التوجه الحكومي ومن ضمن البرنامج الحكومي أنه يتم إنهاء هذا الملف، وكذلك العودة الطوعية لكل القاطنين بالمخيمات. كان لنا زيارة إلى أحد المخيمات في محافظة السليمانية. حقيقة هناك رغبة كبيرة من القاطنين بالمخيمات بالعودة إلى مناطق سكناهم الأصلية. لهذا السبب كان لنا الآن جلسة مع سيادة المحافظ لتكون هناك خطة رصينة، خطة محكمة لوضع آلية عمل لعودة هؤلاء لمن يرغب بالعودة ولعودتهم إلى مناطقهم بعد أن يتم تهيئة جميع الظروف الملائمة. وحقيقة يعني أنا هذه الزيارة كانت من الزيارات المهمة جدا، كنت سعيدة جدا وأنا أتحدث مع سيادة المحافظ وكذلك أثناء زيارتي للمخيم، باعتبار هناك تعاون مشترك كبير جدا، وهناك ثقافة عالية في محافظة السليمانية، ونظرتها لهذا الملف هو نظرة إنسانية وليست نظرة سياسية. والجميل بالموضوع أكثر أنه اليوم موجود هذا الحوار المشترك ما بين الحكومة الاتحادية وما بين حكومة سليمانية، وهذا الانفتاح الكبير وهذه المبادرات أنه اليوم كيف نشجع القاطنين بالمخيمات على عودتهم الكريمة إلى مناطقهم الأصلية. حقيقة يعني احنا نشكر الشعب الكردي لأنه احتوى الأعداد الكبيرة من النازحين من كل المكونات واحتضنوهم في أزمة كلش كانت كبيرة. لكن شكرنا الأكبر لحكومة سليمانية هذا الانفتاح، أنه اليوم كيف يشجعون هؤلاء اللي عاشوا بالمخيمات لمدة 6 سنوات وكانوا مفتقرين للعيش الكريم، ودا يشجعوهم على العودة. والشيء اللي احنا جدا ممتنين له كحكومة اتحادية أنه التنسيق العالي بين المحافظ سليمانية ومحافظ صلاح الدين والعمل المشترك والتنسيق الكبير، هذا اللي نحتاجه من باقي المحافظات. حقيقة إنه اليوم هم وضيوف كرماء عندنا، لكن اليوم أيضا ضيفنا الكريم لازم نشجعه على عودة إلى داره. أكيد إنه الجزء الأكبر تتحمل الحكومة الاتحادية، وإحنا نوفر لهم البيئة الملائمة لعودتهم. هذا اللي نعمل عليه في كل المحافظات اللي تم غلق مخيماتهم، سواء كانت في الأنبار، في الموصل، صلاح الدين،
ديالى وكركوك. وحقيقة أثناء تواجدي اليوم في سليمانية وكأني في محافظة الأنبار، أبداً ما التمسنا هذا التشنج اللي نلاحظه في الإعلام، بالعكس هناك أكو كثير من التعاون. واليوم الهجرة والمهجرين تساند حكومة سليمانية أيضاً بمشاريع قوية ورصينة وتتكفلها كوزارة، إنه اليوم أيضاً نشجع أيضاً على الاندماج. اليوم كل عراقي هو حر بالعيش في أي منطقة يحب أن يعيش بها. هناك أكثر من 22,000 عائلة ترغب بالاندماج في محافظة سليمانية، احنا أيضاً نشجع على هذا الأمر، بالتالي هو خيار ذاتي. فاحنا حقيقة هناك كثير من الدعم سنقدمه لمحافظة سليمانية، سواء كان على مستوى المشاريع أو أي شيء تحتاجه من وزارة الهجرة والمهجرين. وهذا حقيقة شكرنا الكبير لمحافظة سليمانية على هذا الانفتاح وعلى هذه بالفعل أنه تشعر اليوم أنت في محافظة مدنية من أساسه هو التعايش المشترك والمواطنة. وهذا الشيء حقيقة نعتز به كثيرا، وشكري الكبير لمحافظة سليمانية وللمجتمع والشعب الكردي في محافظة سليمانية. أنا دينا من السليمانية وفي مكان بوليتيك بريز، شو وقت تصرفون هذا الموازنة؟ ليام موازنة تصرفون هاي الموازنة؟ هي مو موازنة. اليوم من حدث النزوح في 2014 الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين صرفت ما يقارب مليارات لمحافظات الإقليم. على سبيل المثال كانت من حصة محافظة أربيل 27 مليار، لكن لحد اللحظة لم تقم بتسويتها. محافظة سليمانية أيضا كان لها حصة كبيرة من هذه المبالغ، والآن وجود هذه المبالغ لحد اللحظة سيتم تسويتها، وأيضا سندعم بها محافظة سليمانية أن تبقى هذه للمحافظة ونشركها في أي مشاريع وندعمها في أي مشاريع هي تحتاجها بما يخص العائدين والنازحين وكذلك المندمجين في محافظة. جناب وزير لما رابطة باس لو كردو كمكان سياسي هي بونا كرانا بأوار كان ثاني هو مكان سياسي كي لبدوي ك نايل أوار كان قرنوا وكسرك شبوتو. قبل جناب حدث بنا سياسي هاي على رجل النازحين لا شنو هذا؟ يعني حقيقة من أول يوم وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت به أنه إنهاء هذا الملف والعودة الكريمة. كانت هناك الكثير من التداخلات السياسية والحزبية، ولحد الآن في كل المخيمات المتبقية هناك تداخلات سياسية للأسف الشديد. لكن أنا ذكرت ما عدا سليماني لكن أنا ذكرت يعني سابقا وفي كل وقت أنا أذكر أنه اليوم ملف النزوح هذا هو ملف إنساني بالنسبة لوزارة الهجرة والمهجرين والحكومة الاتحادية الحالية، وسيحل إنسانيا وليس سياسيا، ولن نقبل أن يسيس. ودائما أذكر هناك ضغوطات سياسية كلش كبيرة، ونلاحظها هذه الضغوطات من خلال يعني يستغلون بها بعض القاطنين بالمخيمات عندما يظهر بأحدى المظاهرات ضد الوزارة أو ضد الحكومة الاتحادية أو العودة القسرية. لكن أنا دائما مؤمنة بشيء معين، اليوم إرادة الله فوق كل هذه الضغوطات السياسية والحزبية وإلى آخره، وحتى الجهات المستفيدة والمصالح المستفيدة في المخيمات. اليوم الناس اللي موجودة في المخيمات هي من أبسط الأفراد اللي موجودين وأضعف، فبالتالي من السهل جدا أنهم يستغلون يعني ويسيسون أيضا. لهذا السبب احنا نحتاج اليوم دعم من الحكومة الإقليم أنه تمنع هذا التسيس، وأيضا نحتاج دعم من المجتمع الدولي أيضا، يعني باعتبار ملف النزوح ملف جدا كبير وما يقع على عاتق وزارة الهجرة فقط والحكومة الاتحادية، هو عمل تشاركي سواء كان على مستوى الإقليم المجتمع الدولي وكذلك الحكومة الاتحادية. لما رابط لكم الله رضا الاستماعي روي عنده مثلا يعني ما هيك بشكل لو كساني كتومت بان لرضا وكان تسجيل نكرة وكان تجيك يعني بشكل تومت بان تسجيل نكرة بشكل تسجيل نكرة. دەربارەی و پارەیە کە وەزارەتی پلاندانان دایناوە ئەو پارەیە کە لە بودجەی وەزارەتەکانەوە هەیە حکوومەتی هەرێم ئێوە بیخاتە
پرۆژەی بودجەی ساڵی 2021ەوە بۆی بێ بە پابندیەک لەسەر حکوومەت بتوانێت نەختینیان بۆ خەرجکە ئەو پرۆژانن کە لە ڕابردووە تەواو نەکراون لەسەر بودجەی وەبەرهێنانی پارێزگاکان. بەڵام حکوومەت هەرێمی کوردستان لە ماوەی ڕابردووە لە کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ ئێمەیە بڕیاریان نا ئەو پارەی کە بۆ پەرەپێدانی پارێزگاکان بۆی ئێمە داوامان کردبوو و لە توانای حکوومەتە بوو خەرجیکە ئەو پرۆژانەی کە ئێمە وەکو یەکە کارژێڕیەکان لە قەزا و ناحی و پارێزگاکان پێشنیازمان کردبوو پەسەندی کردووە ئەو پارەیە کە لە ڕابردووە ڕامانگەیان بۆ ساڵی ئیمساڵ کە ڕاستەوخۆ لە ڕێی پارێزگاکان و خەرجەکرێ بۆ تەواوکردنی و پرۆژە خزمەتگوزاریانە بە پارێزگای هەڵەبجەشەوە نزیکەی 144 ملیار و نیوە کات بۆ بە ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین و سلێمانیشەوە ئەوە لە ڕێی پارێزگاوە خەرجەکرێ و لە ڕێی ئیدارەکانیانەوە خەرجەکرێت و پارەکە بە نەختینە خەرجەکرێ و بێ لە ساڵی کۆتایی ساڵی 2021 و پرۆژانە تەواو بن. دەربارەی بارودۆخی ئەمنی هەر کەسێک فەرمانی لەگوندنی لە دادگاوە هەبێ ڕێکاری یاسایی بەرامبەرێک گیرێتە بەر. ئێمە وەکو لایەنی ئیداری و لایەنی کارژێڕی و لایەنی جێبەجێکردن وەستامی لەسەر ئەو بڕیارانەی کە لە دەسەڵاتی دادوەریەوە دەرەچێ دوجاریش ئەو لایەنی کە داواکارە لەسەر ئەمانەوە داوای لەسەر ئەمانە هەیە ئەو دۆسیانە هەموویە چێتە دادگا هەر بابەتێکیش چوویە دادگا ئێمە وەکو ئیدارە بەڕاستی با هەموو جۆرێک لێینە دەرەوە. سؤال أخير سؤال أخير سعادة الوزير لدي سؤالين. سؤال أول مرتبط بتقارير مذاكرة العربية داخل المخيم. بعض النازحين تحدثوا أن هناك وضع أمني، هناك سوء بالخدمات بالنسبة للعودة في مناطقهم الأصلية. هذا بالنسبة لهذا السؤال، ما هو تنسيق الحكومة الاتحادية لإعادة الخدمات ويعني حل الملف الأمني في المناطق الأصلية للنازحين؟ من طرف آخر بالنسبة للفاكسين للقاح فيروس كورونا، كيف سيتم توزيعه داخل المخيمات في حال وصلت؟ يعني أنا حابدي من السؤال الأخير هو بالتنسيق مع وزارة الصحة تم تخصيص يعني عدد كلش كبير من اللقاحات للاجئين وكذلك النازحين الموجودين بالمخيمات، وهذا حيكون التنسيق ما بين وزارة الصحة ووزارة الهجرة والمهاجرين من خلال يعني مدراء فضوئنا الموجودين في المحافظات، واحنا الأولوية هي القاطنين بالمخيمات حقيقة. السؤال الأول شنو كان؟ بالنسبة للملف الأمني والخدمات كيف؟ احنا صراحة يعني هي أصلا من بداية تشكيل الأمر الديواني اللي كان هو بتوجيه من دولة الرئيس هي أنه وزارة الهجرة والمهاجرين مع مستشارية الأمن الوطني كذلك قيادة عمليات المشتركة جهاز الأمن الوطني أنه يتم التنسيق مع بعض لإنهاء هذا الملف. فبالتالي الجهات الأمنية هذا دورها هذا عملها أنه كيف تهيئ المناطق، وأغلبية المناطق في المناطق المحررة هي آمنة ما عدا المناطق الحدودية. فبالتالي احنا مستحيل نرجع أي شخص لمنطقة غير آمنة، بنختار بعض من العائدين في مناطق بديلة إلى أن يتم تأمين مناطقهم بالكامل. السؤال الأخير للصحفيات تفضلي. السؤال الأخير أن حكومة الإقليم كردستان لا تخاف على اللاجئات يعودون إلى ديارهم، وسؤال ثاني في 5 بنات قتل نفسي في جوا وقت شو تعملوا؟ يك دكتور رئيسان جنتوك مسألة كيسي دكتور غالب يشكر على كذا ويخافون يتشاوسوا زي كذا ولا كان يقدر تودلن باشاي أرامي للسليماني وتو هاوسوزي وأقدر أبريان تودلن كأبوي عندك كشورة رابردة تو يتشاو كاريك ولا لسه أو كيسان ناكريزوس بس. احنا صراحة طلبنا انه يكون اجتماع مشترك ما بين وزارة الهجرة والمهاجرين والجهات الأمنية، وبالمقابل يكون مع الحكومة الإقليم اللي هي متمثلة بالوزارة الداخلية. هذا الاجتماع لحد الآن غير قائم بسبب انشغال الوزير الداخلية، بالتالي احنا عندنا خطة كوزارة الهجرة والمهاجرين كحكومة اتحادية وبدنا ننفذها إذا كان سواء على مستوى غلق أو دمج. إذا هذا احنا ما قدرنا نعمل به هذه المرحلة، لكن احنا متبنين العودة الطوعية وما زال هناك اكو عودة طوعية بالمخيمات. يعني احنا كثير يعني نشكر حكومة الإقليم بكل اللي قدمته من 2014 إلى الحد الآن. مطلبنا إنه يكون اكو تشجيع للعودة فقط لا أكثر ولا أقل، والباقي احنا نتولى. ئێمە کێشەمان لەگەڵ هیچ کەسێکانیە و یەکەم کەس بووم کە من لە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شار چوومەتە خزمەتی برای خۆشەویستمان ئەندامی پەرلەمانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دکتۆر غالب و لەگەڵ یابووین تا گەشتوتەوە ماڵی خۆیان و
ڕۆژانە ئاگامان لە تەندروستی بووە هاوسۆزی تەواومان و بەرپرسیارەتی تەواومان بەرامبەر هەموو ئەندامێکی کۆمەلگاکەمان هەیە چجای ئەگەر ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بێت بەرپرسیارەتی ئێمە بەرامبەری زیاترەکە و بۆ تۆی بەڕێز من دووجار لە شاباژەرش و لێرەش قسەم لەسەر ئەو کەیسە کردووە و لە هەموو کەناڵەکانە هەڵوێستی خۆمانمان وتووە بەڵام ئەمە کەیسێکی جینائیە کەیسێکی یاساییە بەڕاستی قسە و باسی ناو تۆڕی کۆمەڵایەتی و میدیانە ئەبێ دادگا و ڕێکارە یاساییەکان ئەو بابەت و دۆسیانە و تاوانباران یەکلایی بکەنەوە ئێمە هەموو هاوکاری و پشتیوانێکمان بۆ و کەیسە دەربڕیوە و بە هیچ جۆرێکیش دڵنیاتانەکەمەوە کێشەی تایبەتیمان لەگەڵ هیچ کەسێکان نییە خوا نەکردە هەشمان بێ بە هیچ جۆرێک تێکەڵی دۆسی ئەمنی یا خزمەتگوزاری یا کارژێڕی یا دارایی خۆمانی ناکەین چکە پێگەکەی ئێمە ڕێ بە و جۆرەکارانە نایە. عندكم رؤية واضحة متى يغلق ملف النازحين هذا الملف المعقد؟ يعني حقيقة بكل المحافظات شبه انتهى، لكن احنا اليوم نحتاج رؤية حكومة الإقليم بهذا الملف حتى احنا نساند في عملية إنهاء هذا الملف. سيادة الوزير عندي سؤال. الحكومة العراقية الاتحادية أعلنت بالشهر العاشر يصير إجراء الانتخابات، ما هي الخطوات الحكومة للمهاجرين السليمانيين؟ صراحة تكلمنا الآن مع المحافظ بهذه الجزئية لأن باعتبار أنه في كثير من المحافظات تم استغلالهم انتخابيا القاطنين بالمخيمات، لهذا السبب كان المحافظ كلش دقيق في نقل هذه المعلومة. احنا رفضنا انه اي سياسي يدخل في داخل المخيم ويسيس المخيم لصالحه الشخصي لاجل الانتخابات، هذا اللي نحتاجه من باقي المخيمات صراحه، يعني سواء كان في اربيل او في دهوك باعتبار احنا ملف نزوح سوف ينتهي من كل المحافظات. اذا احنا نطلب يعني وبدعوه من الحكومه الاتحاديه لحكومه الاقليم انه ايضا تمنع تسييس المخيمات لصالح جهات معينه واستغلال اصواتهم ومصادره اصواتهم لصالح. ايش قد عدد المخيمات بالاقليم كردستان كامل؟ يعني الان 26 مخيم ادنى في كل محافظات اقليم كردستان، 4 مخيمات هم موجودين في محافظه السليمانيه، 16 مخيم موجود في محافظه دهوك و6 مخيمات في محافظه اربيل. صراحة أكثر الأعداد مما يقارب 37,000 عائلة موجودة فقط في إقليم كردستان، فقط في المخيمات. من المكون اليزيدي اللي هم من قضاء سنجار هم ما يقارب 27,000 عائلة. بعد مساء الخير، عذرا جمعة من جريدة الصباح. ما هي الخطوات الحقيقية التي سترسمونها من أجل إقناع النازحين بالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية؟ يعني بداية احنا يعني نعمل استبيان في داخل المخيم من يرغب بالعودة، فبالتالي احنا نقدر نساعده شنو هو المعوق الحقيقي اللي يعيق عودته، نحل هذا المعوق ومن ثم يتم اعادته بطريقه امنه الى مناطق سكنه. احنا عندنا خطه كامله سواء كانت نفسها اللي هي الخطه الوطنيه اللي احنا تبنيناها كحكومه او خطه الطوارئ اللي هي جزء من هذه الخطه. هذه ايضا تسير على كل المخيمات اللي موجوده في حكومة يعني في إقليم كردستان، لكن اللي نحتاجه إنه اليوم نتحاور مع حكومة الإقليم حتى نعرف ما هي رؤيتها في هذا الملف. وإحنا حقيقة يعني نشكر الحكومة إنه اليوم تنظر للقاطنين بالمخيمات إنه هم ضيوف وضيوف كرماء، لكن اليوم لازم نسأل الضيف إذا بقى 6 سنوات في المخيم ما هي مشكلته الحقيقية حتى أنا أساعد انه اليوم كيف تنحل هذه المشكله ويعود بطريقه امنه الى مناطق. شكرا جزيلا. شكرا.